اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا النهارده عندنا ماتش مهم جدا 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 مع بيراميدز اللي بتنافس معانا في الدوري، ويوم 24 ان شاء الله برضو نفس الكلام، معانا ماتش مع بيراميدز في الدوري، لان احنا كان لينا ماتش معاهم مؤجل وماتش في الدور التاني مؤجل من الدور الاولاني وماتش في الدور التاني. طبعا كلنا عارفين الامر واقع وواقع احنا عايشينه، ان بيراميدز بينافس عليه معانا على الدوري. تمام، هو اي نعم مش هياكل معانا، بس برضه احنا لازم نحترم الخصم. وميزه النادي الاهلي اللي هو بيحترم الخصم اللي بيلعبه، كبير صغير ايا كان الخصم، فالنادي الاهلي ولاعيبته بيحترموا الخصم. تمام تمام. الماتشين دولت المفروض ان شاء الله اما الاهلي يكسبهم بستة بونت وهم هيخسروا ستة، يبقى كده الفرق كام يا عم الحاج؟ الاهلي هياخد 12 بونت. الاهلي هياخد، يعتبر في الماتشين دولت 12 بونت. اه، هرجع اقول لك تاني، ركز. ان شاء الله اما الاهلي يكسب الماتشين، يكسب ماتش النهارده وماتش يوم 24، هيبقى كام بونت؟ 6 بونت، وهم مش هيكسبوا حاجه. تمام، هيخسروا كام؟ 6 بونت، يعتبر فرق 12 بونت. ماتشين مهمين جدا جدا جدا، لازم الاهلي يحسمهم ولاعيبته، مفيش اعذار. عايز تحسم الدوري المصري، الاهلي يكسب الماتشين دولت. هم عندهم لعيبه في المنتخب الاولمبي، احنا برضو عندنا لعيبه في المنتخب الاولمبي. هم عندهم لعيبه مصابه ولاعيبه مستبعدين لاسباب كتير، احنا برضو عندنا لعيبه مصابه ولاعيبه مستبعدين. فالكفه متساويه. بس طبعا نجوم النادي الاهلي قدها، ولعيبه النادي الاهلي قدها، وجهازنا الفني قدها. ماتش صعب، ماتش مش سهل. وانا بقول لك النادي الاهلي بيحترم اي فريق مهما كان كبير او صغير، وده الصح، ان احنا لازم نحترم الفريق الصغير قبل الفريق الكبير. وبيراميدز هو المفروض مكان الزمالك، هو خد دلوقتي، هو بينافس الزمالك على المركز التاني وعلى المربع، بينافس كل حاجه بينافس فيها الزمالك دلوقتي. هو منافس الزمالك، هو مش منافس لينا. بس الظروف اللي خلته يتحط معانا، اللي هو يبقى بينافس معانا على الدوري، بس برضو مش هياكل معانا. ليه؟ احنا خبراتنا احسن. الدوري عايز لعيبه وفرق عندها النفس الطويل، لعيبه تقدر تنافس على الدوري. اه اي نعم، هما في ماتشات كسبونا واحنا برضو كسبناهم، وما بنكسبهم بنتيجه عاليه. خدنا منهم كاس وخدنا منهم بطولات، الحمد لله هم ما خدوش مننا بطولات. وعمرهم ما هياخدوا برضو مننا الدوري ان شاء الله، لان احنا هرجع واقول لعيبتنا وجهازنا الفني رجاله. وان شاء الله كلنا نقول يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي. وان شاء الله هنكسب النهارده 2-0. ان شاء الله هنكسب النهارده 2-0، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.